اهلا بيكم متابعين قناة تاروت الامبراطور. انا عايزك تحط شخص في بالك واقول لك نواياه الحقيقية تجاهك ايه. بس قبل ما اقول لك اشترك في القناة لو مش مشترك، واكتب يا رب بنية الفرج. وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده عشان تديني طاقتك. هنبدأ الاول كده بطاقتك انت. انا شايف هنا ان انت تعبان جدا وقلبك مجروح، وممكن يكون الشخص ده عامل لك بلوك او انت اللي عامل له بلوك هنا. وزي ما يكون هنا في طاقتك إن في صراع جواك ما بين عقلك وقلبك، وكأن الاتنين ماشيين عكس بعض خالص. وانت هنا زي ما يكون محتاج ان انت تاخد قرار ناحية الشخص ده، ولحد دلوقتي لسه مش عارف تاخد القرار ده، وزي ما تكون محتار جدا وتقول يمكن ان لسه في امل. بس انت ابتديت ان انت تيأس من كتر ما فيش حاجة بتتغير في العلاقة بتاعتك. بس انت ما زلت مستني تشوف اخر الموضوع ده هيبقى ايه، او العلاقة دي هتوصلك لايه. بس انا شايف ان انت هنا تعبت من كتر الانتظار ده. الانتظار ده تعبك جدا وتعبت من كتر التفكير. فانا شايف هنا ان طاقتك هنا سلبية جدا. فحاول ان انت تجدد طاقتك على قد ما تقدر، وان انت تخرج مع اصحابك مثلا وتعمل الحاجة اللي انت بتحبها. ودي كانت طاقة الناس اللي بتسمع الفيديو. تعال بقى نشوف نوايا الشخص اللي في بالك في الطاقة الحالية، يا ترى هتكون عاملة ازاي. الشخص ده متعب جدا. انا شايف هنا ان انت ممكن تكون بتتعامل مع شخص اصغر منك في السن هنا، او ان الشخص ده اصلا عنده لا مبالاة. يعني شخصيته اصلا لا مبالاة يعني الشخص ده مش شخص مسؤول اصلا. يعني مش بيتحمل المسؤولية على فكرة. وعشان كده الطاقة اللي انت فيها من تعب ويعني وارهاق، كل ده مش من فراغ بسبب الشخص ده. بس انا شايف ان الشخص ده حاليا ندمان على تصرف صدر منه اتجاهك. وانا شايف ان الشخص ده هو اللي وصلك للحالة اللي انت فيها دلوقتي دي من تعب وارهاق. وكمان انا عايز اقول لك هنا ان الشخص ده بيبكي عليك. وانا قلت لكم ان ممكن يكون في فرق سن ما بينكم هنا، والامر ده مش هينطبق عليكم كلكم. وممكن هنا تكونوا بتتعاملوا مع برج ناري او مائي او هوائي. وانا شايف ان نوايا الشخص ده هنا اتجاهك ان هو عايز يبتدي معاك مرحلة جديدة ببداية جديدة. والشخص ده هنا في نواياه كمان ان هو عايز يصلح معاك صورته. يعني عايز يصلح صورته عندك انت، وعايز ان هو يبين لك ان هو حد مسؤول، وعايز ان هو آه، يبين لك ان هو حد قد قراراته. بس انا شايف ان الشخص ده مشاعره مندفعة ليك وبيفكر فيك جدا، ونفسه ان انتوا تبقوا مع بعض مرة تانية، وعايز بداية جديدة معاك زي ما قلت لك. مشاعره متجهة ليك، الشخص ده بيحبك جدا. بس تصرفاته زي ما تكون هنا طفولية جدا. والشخص ده مش ناضج على فكرة، يعني تفكيره مش ناضج. وانا شايف ان الشخص ده هيجي يقعد يقولك اديني فرصة تانية المرة دي، او سامحني. طب شوف انت لو اديتني الفرصة دي، شوف انا هعمل معاك ايه او هعمل ايه عشانك. فالشخص ده انا شايف هو كمان هنا تصرفاته معاك طفولية جدا. بس انا شايف هو ان لو انتم منفصلين في الوقت الحالي، فانا شايف ان الشخص ده هيطلب منك فرصة تانية. ممكن هنا يكون للبعض منكم كمان الشخص ده ممكن طلب منك فرصة تانية بالفعل، وانت متردد ان انت تقبله تاني في حياتك ولا لأ. وانا شايف هنا ان الشخص ده كمان كان بيحاول ان هو يسيطر عليك ويطلعك دايما ان انت اللي غلطان، ويبين لك ان انت اللي الغلط دايما من عندك انت. فانا شايف ان الشخص ده تعبك جدا هنا ووراك الويل. يا ابني انا ما كنتش عارف ان انت، يعني انا مش عارف ان انت متحمل الشخص ده كده ازاي. الشخص ده زي ما يكون مريض نفسي من الاخر كده يعني. فانا شايف ان الكروت اصلا مش طايقه الشخص ده، ولا انا طايقه ولا هو طايق نفسه. بس انا شايف ان في نوايا الشخص ده ان هو ندمان جدا، وعايز ان هو يصلح الامور معاك مره تانية. فانا شايف ان نواياه حلوه جدا اتجاهك. وانا سامع دلوقتي واحد بيقول لي ايه يا عم الرغي ده كله، احنا عايزين نعرف هل هيحصل فيه رجوع ولا لا في النهايه بعد كل الرغي ده كله. ما تتعبناش، احنا تعبانين خلقه. يا عم تعالى نشوف هل هيحصل فيه رجوع ولا لا. يا عم تعالى والله ما انا مزعلك.
أنا شايف هنا إن بالفعل هيحصل فيه رجوع، يعني هيبقى فيه رجوع مميز كمان هنا قوي جدًا، وهيبقى فيه مبادرة من الشخص ده بالفعل، وهيكون عايز يبدأ معاك بداية جديدة بصفحة جديدة، وإن أنت تسامحه، بس القرار هيكون في إيديك أنت في الآخر. فاكتب لي في التعليقات هل أنت هتقبل تدّي له فرصة تانية والّا لأ؟ وما تنساش إن أنت تكتب يا رب لاستقبال طاقة الفيديو.